حبايب قلبي، انا بقى ايه، انا ما كنتش هصور فيديو وفكيت اللياقه. ما كنتش عامله حسابي ان انا يعني اصور فيديو، بس قلت حبايب قلبي اللي مش عارفين ان اللياقه بتتغير وبيرموا القمصان جديده. القميص بيبقى بشوكه لسه، بس اللياقه من هنا بتدوب مع العرق والاحتكاك بتاع الرقبه، فبتدوب والقميص كله بخيره. فإن ما بيحبوش يلبسوه، خصوصا يعني لو راجل. اما ممكن لو ست ممكن تعالجها بالطرحه وكده، بس لو راجل طبعا بيبقى صعب شويه ان هو يمشي بقميص اللياقه بتاعته بتبقى بالمنظر ده، بتبقى دايبه، وفي قمصان بتبقى اكتر من كده من اللياقه. فالحل بتاعها بسيط جدا يا مدوب، بس انا مش بفك الناحيتين دول، لا انا بفك ناحيه واحده اللي هو اللياقه نفسها من فوق. اما لو هنا كمان دايب يبقى انا بفك الاتنين القطعتين دول، وبعد ما بفكهم يعني مش بفك القطعتين، انا بفك الناحيه دي. لو الاتنين دول دايبين مع بعض بفك ناحيه واحده اللي هي تحت، والاتنين دول بيبقوا ماسكين في بعض وهقلبهم مع بعض. اما لو دي بس اللي دايبه بفك اللي فوق دي بس، وبتبقى بطريقتها سهله بتتفك معايا كده. وبشيل بقى اي فتل زياده كده عشان اما اجي اخيطها يبقى الفينش بتاعها كويس، ما يبقاش فيها تنسيرات من الخيوط والفتل. خلاص، فانا سبت دي بس كده معاكم عشان ابقى افكها واوريها لكم. الحته دي اللي هي بتبقى مثبته شويه بتبقى محتاجه حذر شويه بان انت تفكيها بالفكاكه عشان الحته دي ما تتقطعش، وبعد كده بدل ما انت تعالجي اللياقه وتلاقي فيها عيب بعد كده بعد ما انت بتفكيها. بصوا انا فكيت اللي هي ورا دي، هفك بقى التانية دي بتبقى متثبت عليها كويس جدا عشان اللي هي فرماتورة. بحذر بس يا مدوب، بس افك حته بس من السراجه هتلاقيها فكت معايا، بس ما فيهاش حاجه خالص. نقص بقى ايه الفتل دي. طبعا بعد ما فكيت اللياقه بتاعتي كانت الاول كانت كده جوه القميص، انا بقى هقلبها بالطريقه دي، هتبقى اتجاهها كده اللي هو النضيف هيبقى من جوه القميص مش من براه. يعني النضيف هيبقى من ظهر القميص، وشه من ظهر القميص بس كده. وهدخلها بقى برضو هنا كده، وبنفس الخيط، درجة الخيط اللي هو بتاع اللياقة اللي هي من فوق دي مش من دي، لان بيبقى فيه قمصان نفس الدرجة وفي قمصان بتبقى اللياقة القميص نفسه من هنا مختلف عن هنا. فانا بدخل القميص بين الفتحتين دول كده على الحرف خالص، بمشي عليه، وبدايته بيبقى بداية الحتة المفتوحة، بدايته بيبقى بداية الحتة المفتوحة. ولو انت مش متمكنة بتجيبي دبابيس او بالابرة والخيط كده بتسرجيها الاول، وبعد كده بقى بتمشي على المكنة. عشان ليه بقولك تسرجيها او تمشي بالدبابيس؟ عشان ما يبقاش فيه قصر من هنا كده او من تحت، ويبقى برضو التقفيل معايا من هنا مظبوط، ما يبقاش هنا اتقفل ودي خارجة بره ما تبقاش مقفولة، فيبقوا الاتنين مقفولين من الظهر ومن الوش. هروح بقى على المكنة واخيطها وهتشوفوني بعملها ازاي. حبايب قلبي انا رحت بقى على المكنة زي ما احنا اتفقنا، وش اللي النضيف بيبقى على وش الظهر بتاع القميص. خلاص همشي بقى على الحرف انا ركبت خيط نفس درجة الخيط اللي هو بتاع اللون الرمادي ده عشان يبقى نفس الدرجة. بسمي الله كده وبقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي ترمي القميص لو اللياقة بتاعته مش نضيف مبهدلة زي كده، خسارة ان انت ترميه.
ببص من تحت، بصوا ببص من تحت. بصوا انا الخياطه هنا بيبقى مكانها خياطه، بصوا مكان الخياطه هنا، مكان الخياطه دي بتاعت الياقه دي انا همشي عليها، وعلى الخياطه التانية بصوا الخياطه اللي هنا دي برضو مش عارفه باينه ولا ايه، الخياطه اللي هي بالرمادي دي اللي هي مكان الخياطه بتاعت المصنع همشي عليها برضو، وبالراحه كده واريح القماشه، ما شدش عشان ما يبقاش فيه ايه زياده في القماش، واسمي الله وامشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع تاني خطوتين تاني عشان ايه اثبت على الخياطه. اريح القماشه اللي تحت اللي هي الياقه نفسها، اريحها عشان ما تخرجليش بره، ما تشدش. اي خياطه زياده او تنسير زياده بدخله جوه. لما لقيت نفسي بوصل للنهايه ما استناش لحد ما اوصل للنهايه، اظبط بس كده الياقه واجيب بدايتها مع دي عشان ما امشيش والاقي نفسي الياقه هنا بقت قصيره عن دي، فاهمين قصدي؟ او زياده شويه عن دي، فيبقوا الاثنين متساويين. بالخياطة هنا كده خفة، رجعت لكم تاني. بصوا الياقة بقت شكلها عامل ازاي اهو، بصوا هتبقى كده خلاص، ومن ورا من الظهر دي بقى التنسيره دي هي اللي مش باينه. لو عندك قميص دايب زي كده ما ترموهوش، طالما قميص بخير وما ترموهوش، خساره الحاجه بقت غاليه. كل اللي انت تعمليه زي ما انا قلت جايب زي كده، خساره الحاجه غاليه، اوعي ترميه. هتمشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو بالظبط، سهله جدا، مش محتاجه اي تكلفه ولا اي حاجه. اهو بصوا الياقه نظيفه والخياطه نظيفه، الياقه مش خارجه بره ولا اي حاجه من هنا، كله ماشي على الخياطه القديمه، مفيش اي حاجه ولا باي عيب الحمد لله. ما تنسيش بقى حبايب قلبي اللايك والاشتراك للي اول مره يتابعني. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.